ازيكم عاملين ايه؟ اتكلمنا الوقت اللي فات عن انواع الاكل اللي احنا بناكله. فاحنا عندنا كذا نوع من الاكل في الوجبة بتاعتنا، عندنا بروتين وعندنا دهون وعندنا نشويات. اتكلمنا فيهم كلهم بالتفصيل، بس في جزء مهم قوي في الدهون محتاجين نعرف عنه كويس، وهي اوميجا 3. اوميجا 3 دي مهمة جدا جدا لحاجات كتير قوي. احنا دماغنا وبشرتنا والجلد بتاعنا والشعر بيتكون في جزء كبير منه احماض دهنية او دهون، بيعتمد على الدهون عشان ينمو بشكل سليم. فمثلا الدماغ بتاعتنا فيها جزء كبير جدا احماض دهنية وبتحتاج لدهون صحية احنا محتاجينها، واتكلمنا عن الدهون الصحية بالتفصيل، بس منها كمان الاوميجا 3. كمان الاوميجا 3 مهمة قوي قوي لان هي بتدعم وبتعزز صحة القلب، فاحنا محتاجين نكون بنراعي ان احنا نحطها في الوجبات بتاعتنا بنسب معينة وبنسب كويسة عشان صحة القلب. فبتحافظ علينا من الحاجات اللي منتشرة زي امراض القلب والاوعية الدموية والحاجات اللي زي كده. كمان بتساعد على حاجة مهمة او تقليل الاحساس بالاكتئاب او ان انا اوصل لمرحلة الاكتئاب، لان هي بتعمل على هرمون معين في الجسم بيساعد على تقليل نسبة الاكتئاب، وبالذات للستات الحوامل او اللي هو اكتئاب ما بعد الحمل. فضروري جدا انه السيدة الحامل او اللي ولدت تراعي في الاكل بتاعها ان هي تاخد نسبة اوميجا 3 في الاكل بتاعها. زي ما اتفقنا كمان انه في حاجات الجسم بيصنعها وفي حاجات احنا محتاجين ناخدها من بره. الاوميجا 3 من ضمن الحاجات اللي الجسم مش بيصنعها وبنحتاج ناخدها من الاكل بتاعنا ده بنسبة كبيرة، ولو مش عارف اخدها قوي لاي سبب كان ممكن اخدها كمكمل، بس الجسم بيمتص احسن الحاجات اللي بتيجي من الاكل الطبيعي. طيب كمان هي بتعمل ايه؟ بتساعد على تقليل التهابات المفاصل والتهابات الاوعية الدموية والالتهابات اللي في الجسم، فهي مهمة جدا ان انا اكون براعي ان انا اخدها في الاكل بتاعي. كمان بتساعد للسيدات برضو الحوامل او اللي بترضع انه هي تاخدها كمان عشان صحة الجنين وعشان صحة الطفل اللي بيرضع، فهو حلو ان هي تبقى في النظام الغذائي بتاعها بتدخل نسبة من اوميجا 3 في الاكل بتاعها. طيب نلاقيها فين بقى الاوميجا 3؟ بنلاقيها طبعا في الاسماك الدهنيه، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان الاسماك الدهنيه مهمه جدا، زي الماكريل وزي السردين زي الرنجه وزي السلمون. طبعا في حاجات غاليه جدا زي السلمون فممكن نستعوض عنها بان احنا ناخدها من الاسماك الدهنيه اللي موجوده في الحاجات اللي قلنا عليها دي. حاول تدخلها في الاسبوع بتاعك مرتين في الاسبوع يبقى فيه سمك. كمان هنلاقيها في التونه، بس احنا بنخاف من موضوع الزئبق فبنقلل منها شويه، فممكن التونه تبقى مره في الاسبوع ومره تاني تجيب بقى سمك ماكريل او رنجه او كده وتدخلها في الاكل بتاعك او النظام الغذائي بتاعك. كمان بنلاقيها في حاجه مهمه جدا ساعات مش بنطنشها ومش بنجيبها في بيوتنا، مش بنلاقيها، البذور زي بذور الكتان. كمان زيت الكتان حلو قوي. بذور الشيا، بذور الشيا دي من احسن انواع البذور اللي ممكن نستفاد منها. سعرها مش غالي قوي، مش مبالغ فيه، وكميه صغيره تعمل لنا اكله كويسه او تعمل لنا تساعد في ان انا احس اولا بالشبع. تاني حاجه هتديني هتساعد في الامعاء، حركه المعده والامعاء بتاعتي. تالت حاجه فيها نسبه اوميجا 3 كويسه قوي. فحاول تراعي ان انت تبقى في البيت في الشيا. احنا الشيا بنعملها ازاي؟ ما بنحطهاش على طول على الاكل او على الزبادي او على اللبن، لا، بنخففها شويه في ميه، هي زي بذور كده، بنحطها في ميه معلقتين ممكن كبار على نص كوبايه ميه، قلبها حطها شويه في التلاجة او سيبها شويه، هي بتمتص الميه اللي موجوده فهتلاقيها بقت زي بودنج كده ماسك نفسه. احطه بقى على اي حاجه معلقه واحده وقلبها واشربها، بتقلل نسبة الجوع وبتدي فوائد كتيرة جدا. كمان المكسرات مهمة قوي، فيها زي اللوز مثلا، في منهم نسبة اوميجا 3 كويسة، فاحنا محتاجين برضو لو الحاجات دي غالية خلاص نستعوضها بالحاجات اللي احنا قلنا عليه. الزيوت النباتية كويسة إلى حد ما، بس أحسن زيت طبعا احنا زي ما احنا عارفين اللي هو زيت الزيتون. حاول تخليه في البيت حتى لو سعره غالي شوية، صحتنا أغلى كتير، فحاول تخليها موجودة.
موجود في البيت، حط رشة زيت زيتون على الأكل زي ما اتفقنا، يبقى السمك مرتين في الأسبوع. فوائد الأوميجا 3 مهمة جدا 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 لكل حاجة، للذاكرة ولصحة القلب زي ما قلنا، ولتقليل الالتهابات، وللحوامل واللي بترضع، والأطفال، وكمان الأطفال اللي عندهم فرط حركة، لأن هي بتساعد على فكرة التركيز، وبتساعد في تظبيط الدماغ وهرمونات اللي موجودة في الدماغ الأطفال. عند الأطفال اللي عندهم صعوبة التعلم وفرط الحركة زي ما قلنا وقلة التركيز، الحاجات دي كلها مهمة جدا واحنا بنعمل وجبات غذائية لينا أو لأطفال. اهتم بيها جدا وراعيها وانت بتاكل. هي كمان موجودة بنسبة في البيض وفي الألبان وفي الجبن، فحاول ان انت وانت بتعمل وجبة غذائية ليك حاول تنوع وتشكل فيها، بحيث انه انت تكون بتاخد كل الفوائد اللي موجودة في الاكل الطبيعي بتاعنا. تاني الطبيعي بتاعنا، حاول تقلل نسبة الدهون غير الصحية او الدهون المهدرجة او المقليات او الحاجات دي، عشان اتكلمنا عنها قبل كده ان هي بتساعد في الالتهابات، بتساعد في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، بتسبب تصلب شرايين. كل الحاجات دي غير صحية، عشان كده مش عايزين نظلم الدهون، لكن نركز على الدهون الصحية ونبعد عن الدهون الغير صحية. انا كده خلصت الجزء اللي كنت عايزة اتكلم فيه النهاردة. لو حد حابب يبعت لي اي سؤال هجاوب عليه. لو حد عايز متابعة، انا بعمل متابعة، عندي كذا باكج وبتابع معاك، ببقى معاك اونلاين. لو بتبعت لي اي سؤال بكون برد عليك. لو عندك اي سؤال اي استفسار بكون معاك. بيبقى فيه طبعا نظام غذائي مناسب ليك انت شخصيا، بالكالوريز بتاعتك، باحتياجك من البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات. طبعا واحنا بنعمل الدايت بلان ببقى واخده بالي كويس جدا، بيبقى فيه شيت كده بتملاه بتكتب لو انت في اي مرض معين، كوليسترول، ضغط، بنراعي ده واحنا بنعمل الدايت بلان. عشان كده ناس كتير لما بنعمل الدايت بلان وبنمشي عليه وقت بتتظبط حاجات كتير هم كانوا تعبانين منها، سواء ضغط، سكر، كوليسترول، كل الحاجات دي بتتظبط عن طريق الاكل. وطبعا نسبة الأدوية، ناس كتير قوي قللت جرعة الأدوية الكيميكال في جسمها نتيجة تظبيط الأكل. حافظ على أكلك، حافظ على صحتك، صحتنا أمانة. بدل ما نقعد نصرف في الأكل الغير صحي ونصرف في أدوية ودكاترة، لا، اصرف أكتر شوية على صحتك عشان هي مهمة، عشان تعرف تعيش بيها بقية حياتك، شغلك، ولادك، تربيتك، صحتك، رياضتك، كل الحاجات دي مهمة جدا. ميرسي ليكوا خالص.